أهلا بيكم، أنا محمد رضوان. لو أنت بتشتري عقار بغرض الاستثمار أو حتى بغرض السكن، لازم تبقى فاهم إن بيكون في مصاريف جانبية غير مصاريف العقار نفسه أو مصاريف الوحدة نفسها. يعني مثلا لو أنت بتشتري وحدة سعرها 10 مليون وأنت هتقسطها، هتدفع مثلا 10% مقدم والباقي على 8 سنين، فأنت عايز تحسب أنت هتدفع كام ويجي لك كام لو أنت بتشتري العقار ده بغرض الاستثمار. فانت لازم تبقى فاهم ان هي دي مش كل المصاريف اللي انت هتدفعها. يعني المقدم والاقساط اللي هي بتاعه ال10 مليون دي مش هي دي كل المصاريف. انت عندك مصاريف تانية جانبية لازم تبقى عامل حسابك عليها. فخليني في الفيديو ده اكلمك او اذكر لك بعض المصاريف دي او اغلبها. طبعا الحاجات اللي انا هقولها دي قد يكون بعضها موجود او كلها ممكن تكون موجودة، وده طبعا راجع بقى انت بتشتري العقار ده تحت الانشاء من مطور، ولا بتشتريه معمول له إعادة بيع أو تنازل من شخص لشخص تاني، ونوع العقار اللي بتشتريه ده سكني ولا تجاري. طيب المصاريف دي زي إيه مثلا؟ مصاريف مثلا زي مصاريف الصيانة، سواء وديعة صيانة نسبة من ثمن الوحدة أو فروق صيانة، صيانة بتدفعها بشكل سنوي. مصاريف مثلا الباركينج أو الجراج، مصاريف الكلاب هاوس النادي. في مصاريف تانية زي مصاريف إدارية مثلا، كوميشن، عمولة هتدفعها، مصاريف تنازل، ضرائب عقاريه، مصاريف التشطيب، تشطيب الوحده اللي انت هتشتريها، الفرش والاجهزه اللي انت هتشتريها للوحده دي، وكمان مصاريف دخول المرافق او الخدمات. زي مثلا لو انت بتشتري مكتب او عياده في مول، فانت هتصرف مثلا تكاليف دخول عداد الكهرباء او كارت الكهرباء، وتكاليف وحده اطفاء الحريق فاير فايتنج سيستم، وتكاليف التكييفات. فكل دي مصاريف او تكاليف جانبيه ممكن تكون موجودة في أي عقار أنت بتشتريه. وكمان في حاجات من دي أنت ممكن تبقى عارف تكاليفها أو سعرها وأنت بتشتري، وحاجات تانية أنت مش هتعرف تكاليفها دلوقتي. يعني لو أنت بتتعاقد على وحدة دلوقتي هتدفع مقدم وتقسطها، ففي حاجات بتبقى واضحة من الأول وعارف تكاليفها بالظبط، وحاجات تانية مش هتبقى واضحة لسه. يعني حاجات اللي بتبقى واضحة في الأول زي مثلا الصيانة، وديعة الصيانة دي بتبقى نسبة من ثمن الوحدة. بشتري وحدة سعرها الإجمالي رقم معين والصيانة بتاعتها مثلا 8 أو 10%، فده رقم بيكون واضح قدامي وقت التعاقد. مصاريف زي مثلا مصاريف النادي، لو أنت بتشتري في كومباوند مثلا، فأنت في مصاريف كلاب هاوس دي بتبقى واضحة من الأول. مصاريف الباركينج، الجراج. في حاجات تانية أنت مش هتبقى عارفها من الأول زي إيه مثلا؟ زي مثلا فروق الصيانة. دي فروق الصيانه دي بتنزل بشكل سنوي ومش بتبقى متحدده من الاول، دي انت بتعرفها في وقتها. حاجه مثلا زي التشطيب، لو انت بتشتري وحده تحت الانشاء وهتستلمها لسه كمان 3 او 4 سنين، لو انت بتشتري وحده مش متشطبه فانت هتشطبها بعد 4 او 5 سنين وقت ما تستلمها. انت ممكن تبقى عارف دلوقتي التشطيب هيكلفك كام، بس انت مش هتعرف كمان 4 5 سنين التشطيب هيكلفك كام. وفي برضه حاجات بتكون موجوده او مش موجوده على حسب انت بتشتري من مطور او بتشتري وحده معمول لها اعاده بيع او معمول لها تنازل من شخص اشترى وبيعمل تنازل هيحول العقد يبقى باسمك انت. زي مثلا لما تكون بتشتري حاجه معمول لها اعاده بيع او تنازل، الشخص اللي بيبيع طالب مثلا 5 مليون كاش في ايده و5 مليون فاضلين هتقسطهم بقى مع الشركه، فانت ال5 مليون ده مش كل المصاريف اللي انت هتدفعها. في مثلا حاجه زي كوميشن او عموله هتدفعها نسبه من ثمن الاجمالي للوحده، وممكن يبقى في كمان مصاريف تنازل هتدفعهم. فانت لازم تبقى فاهم ان انت هيكون في مصاريف جانبيه غير السعر الاصلي للوحده، تكون عامل حسابك عليها، سواء حاجات هتبقى واضحه من الاول وهتدفعها في الاول او بعدين، او حاجات لسه مش هتبقى واضحه ومش هتدفعها دلوقتي. طبعا زي ما قلت في الاول، الحاجات اللي انا ذكرتها دي قد يكون بعضها موجود، قد يكون كلها موجوده، ممكن يبقى في مصاريف تانية غير اللي انا قلت عليها. بس هو هدف الفيديو ده ان انت بس تبقى فاهم وعامل حسابك ان ثمن العقار اللي انت بتشتريه مش هو ده كل المصاريف اللي انت هتدفعها. لازم تبقى عامل حسابك على مصاريف جانبيه، سواء انت بتشتري العقار ده كاستثمار فانت بتحسب بالارقام هتدفع كام ويدخل لك كام، وايه اللي هتدفعه من جيبك، وايه اللي هتدفعه من العائد اللي هيجي لك من العقار ده، سواء انت هتأجره او تبيعه. وحتى لو بتشتري حاجه كسكن، حتى لو انت بتنقل من سكن لسكن تاني، يعني لو انت مثلا دلوقتي لقيت شقه سعرها 5 مليون عجبتك وانت كل اللي معاك 5 مليون، ده مش معناه انك تروح تشتريها على طول بال5 مليون اللي معاك. لا، ما انت برضه هيبقى غالبا في مصاريف تانية غير سعر الشقه نفسها. مصاريف تشطيب مثلا لو انت بتشتريها بدون تشطيب او حتى متشطبه بس انت محتاج تعمل
شويه تعديلات في التشطيب بقى وش نظافه، هتغير حاجات معينه جوه الشقه في التقسيمه، الكلام ده كله. فكل ده طبعا هيكلفك. مصاريف دخول المرافق مثلا لو المرافق مش داخله، لو في حاجات معينه مثلا في الاوراق القانونيه اللي تخص العقار اللي انت بتشتريه ده محتاج ان انت تخلصها او تكملها، فده برضه هيكلفك فلوس. فانت لازم تبقى فاهم وعلى درايه بالتكاليف اللي انت هتكلفك غير سعر العقار الاصلي. وفي برضه تكاليف حاجات بتبقى ضروريه لازم هتدفعها على طول، وحاجات ممكن تتاجل مش شرط تدفعها وقت ما انت بتشتري. يعني زي مثلا لو انا باخد شقه ومحتاج اعمل شويه تعديل في التشطيب، هي متشطبه وجاهزه للسكن وكل حاجه، بس انا محتاج اغير شويه حاجات في التشطيب او الدهانات تبقى على ذوقي، محتاج افتح اوضتين على بعض، محتاج اوسع في حاجه معينه، اغير مثلا دواليب المطبخ. فدي حاجات ممكن ما تكونش ضروريه، ممكن اجلها شويه، ممكن اخدها واسكن فيها عشان اضمن ان انا خدتها بسعر النهارده، والحاجات دي انا ممكن اجلها واعملها في وقت تاني. فدي كانت شويه حاجات كده حبيت اوضحها في موضوع التكاليف او المصاريف الجانبيه لاي عقار انت بتشتريه. وطبعا ما تنساش الاشتراك في القناه، ولو احتجت اي حاجه تقدر تتواصل معايا اي وقت، هتلاقي وسائل التواصل بتاعتي موجوده وصفحاتي على السوشيال ميديا. كان معاكم محمد رضوان، سلام عليكم.